كل ما نروّح لتونس نقول لهم يا ولادي هزوني لصفاقس، خلّيني نشري جبة من عند بريبري، لا يقولوا لي صفاقس بعيدة. والله قالوا لي صفاقس بعيدة ما نمشيوش معاك إحنا من هنا من تونس لصفاقس لا جبدة ما نمشيوش على جبة باش نشريها من عند بريبري ما نمشيوش معاك. والله صحابي بيوعة. بعد 5 سنين قبضت عليها مريم بريبري في مدينة الثقافة وشريت من عندها الجبة الجميلة هذه. أنا مركزتها تبارك الله عليا. مركزتها في الفريجة والله من كثر ما اني خايفة عليها مركزتها. الحاجة اللي أنا فرحانة بها على الآخر على الآخر على الآخر اللي أنا شريت ديجا في الانيفرسير العاشر متاعها. الحاجة اللي فرحانة بها زادة اللي أنا قابلتها فاس فاس. والحاجة اللي هي اللي هي ما تعرفهاش اللي هي كانت نجم تشريني في الحانوت الكل خاطر أنا نحبها. أنا قلت شوف أسمع احترم روحك بس روحك باش ما تشاركش بنت بريبري في الحانوت الكل. شريت الحق كاين 2 جبايب ساك وشريت زاده الكتيب. قلت كمان ما نلبسش حاجة ما نفهمهاش نشري لو جيد نتاع لي سامبول الموجودين على اللبسة نتاع بريبري الكل. دونك تولي تفهم شو معناها لي سامبول هذوكم. أنا مريم بريبري نحبها نحبها نحبها. علاش؟ خاطر نحسها اللي هي تخدم في الخدمة ولا عندها البروجي اللي أنا نحلم بيه. ما نجمش نعملو صحيح أما نحلم بيه. دونك من النسا اللي أنا نحترمهم برشا خاطرها ديما انجاجي ديما كلمتها مسموعة. الحاجة اللي نحسدها فيها الله غالب اللي تعرف تخيط تعرف تطرز. اللي هي ديما واقفة اللي هي ديما دايرة بها العباد. أنا نحبها وكها. دونك الفيديو هذي حبيت نعملها ليها ونقولها مريم بريبري برافو. وراك بالنسبة لي أنا توي ان موديل هكا متاع مرا قوية متاع مرا عندها بروجي تحلم بيه وشادة فيه صحيح. وذاك علاش أنا حبيت نعمل لك الفيديو هذي. نتقابلوا في الخير إن شاء الله.